معيّن، ذاك الكلام معيّن لم يكن في محله، أنا براسي تنعلّقت عليك، كلشي علّق عليك، المغاربة كلشي علّقوا عليك، كلام غير لم يكن في محله، لم يكن دقيقًا، وماشي أول مرّة السي عبد اللطيف وهبي، أنت كتعرف راسك مزيان، والناس المحيط ديالك كيعرفوك مزيان، وكلشي كيعرفك مزيان. عندك مشكل في التواصل السي وهبي، على الأقل بقى تكتب وتقرا وقرا بلغة عربية سليمة، بدون تلعثم وبدون يعني بأخطاء لغوية عربية، وبدون هذا الشيء، هذه المسائل خاصك، هذه انتقادات، أنت مسؤول عمومي، صوّتنا عليك وصوّتوا عليك الناس وصوّتوا عليك المغاربة باش تكون وزير، من حق كلشي الناس ينتقدوك، فما يمكنش أنت تنوض تقول أستاذ جامعي غادي نقاضيه، هذا الشيء زعما ولا وراءنا السي عبد اللطيف، ولا وراءنا هذا الشيء، لا يُعقل، لا يُعقل، أستاذ جامعي شنو تيدير؟ شكون هو السي منار سليمي؟ منار سليمي اللي هو أستاذنا وأستاذ أجيال وأستاذ أساتذتنا، والرجل ندر نفسه صباح مساء منذ أكثر من 24 سنة، هو أول واحد وأقدم واحد ينبه للعصابة الحاكمة في الجزائر ولمؤامراتها ودسائسها، ولا شكون اللي دار داك الشيء تيدير سي منار سليمي في هاد ال24 سنة؟ شحال ديال الناس كانوا أساتذة جامعيين مع احترامي للكل، أقدم واحد وأجرأ واحد في طرفه على المغرب وعلى القضية ديال الوحدة الترابية المغربية وكذا، أنا نفسي أحد النتائج ديال أنه عندنا في المغرب واحد السيد سميتو سي عبد الرحيم منار السليمي، وماشي غير أنا، الكثيرين أمثالي كيتكلموا اليوم في وسائل الإعلام وأساتذة جامعيين وإعلاميين وغيرهم وكذا، من العيب هذا الشيء لا يليق بصورة المغرب، لا يليق بالمغرب، يعني هذا كنتكلموا على بداية الكلام، أو تبدا كتلوّح بكلام غير مسؤول، أشباه المثقفين، حنا أشباه المثقفين، السي عبد الرحيم منار السليمي أشباه المثقفين. أنت بنفسك ما تنقولوش راك من أشباه المثقفين، قبل ما تكون وزير أنت كنت كتنتمي للفئة المثقفة في المغرب والنخبة المثقفة في المغرب، محامي ورجل قانون وكذا، عمر شي واحد قال لك أشباه المثقفين، شي واحد طعن في التكوين ديالك ولا طعن في هذا، لا يُعقل، لا يُعقل، هذا الشيء لا يُعقل، ما نقدروش نتكلموا بهذه اللغة، السي عبد اللطيف مع احترامي الشديد ليك غادي نطلب منك حاجة وحدة، راجع أسلوبك التواصلي، ما فيها حتى مشكل، ما فيها حتى مشكل، راجع أسلوبك التواصلي، اختار مع من تشاور. وغادي تخرج من هاد المأزق وهاد العقبات كاملين، راه ماشي أنت لأنك عندك القدرة على الكلام وعندك القدرة على الاصطدام وعندك القدرة على كذا، وهذه حتى هي كفاءة، كتواصل وتصطدم ودير ما عندك غرض، ولكن راه إلا قارناك مثلًا بن كيران كان كيخرج كيقول أي حاجة بحالك بحالو، حتى هو كينطق غير كينطق، ولكن ما كيقسم الرأي العام على جوج، كيجمع واحد النص معاه والشي الآخر تيولي ضده، أنت كيولي كلشي ضدك أصاحبي، وطرح هاد الأسئلة على نفسك، كيفاش كتنوض كتكلم كلشي كيولي ضدك، الناس من الأصوات من داخل الحزب ديالك دابا ضدك. ما كنتيش أنت كتحتج بهاد الاحتجاجات على إلياس العمري وعلى بن شماس، لا يُعقل السي عبد اللطيف، هذا الشيء والله العظيم لا أقبله لك ولا لصورة المغرب ولا لوزارة العدل ما لا أقبله لا يقبلها لك حتى شي واحد، المفروض ترفع على هذه الأمور هذه، أستاذ جامعي تنوض تقول أنقاضي أستاذ جامعي، وأشباه المثقفين، لا يُعقل، هذا الكلام لا يليق، لا يليق، باقي ما وصلتش لمناسبة الكلام وحنايا فين والنكبة اللي حنا فيها والأزمة اللي حنا فيها والحملة الإعلامية اللي مديورة على المغرب وهذا الشيء كله. هادشي كله نضربوا به عرض الحائط ونجلسوا نقابلوا سي وهبي مخلي هادشي كامل عمده ديال تارودان النص ثلثين ثلاثه الارباع ديال المنطقه ديالك اللي انت تمثلها وتديرها ومسؤول عليها منكوبه، خليتيها مشيتي قلدتي مهام اخرى ما كلفك بها حتى واحد، انا بعدا المسؤوليه الاساسيه كتحملها عزيز اخنوش، سي عزيز اخنوش انا ما عرفتش شنو كيدير، رئيس حكومه ما عرفتش شنو تيدير في هادشي، رئيس حكومه مخلي دابا وزير العدل خارج كيتكلم بسميه وزاره الداخليه والطيارات والجيش وكل شيء خارج كيتكلم بسميه كل شيء، وداير لنا مشكل قدّا شنا هو، وعاطي فرصة ذهبية لهاد البياضق لهاد المرتزقة لهاد المجرمين ديال العساكر ديال المرضية، خارجين كيهاجموا ويتهجموا على المغرب، وتيقول لك كذا وتيكذبوا على السياسة على الدبلوماسية المغربية، وتيكذبوا على وزارة الخارجية، وتيكذبوا على في الدعم، وتيكذبوا في كيدعيوا أنهم متضامنين مع المغرب، يعني تعطيهم فرصة ذهبية فين يتهجموا علينا وفين يبنيو هاد الحملة الإعلامية ويخدموا عليها. سي عبد اللطيف عندك وعي سياسي، أنت رجل سياسة. أنت ماشي إنسان تكنوقراطي ولا أنت إنسان سياسي، يعني عندك وعي سياسي المفروض هادشي تنتبه ليه، أنت خاصك هادشي تنبه ليه، زعما أنت اللي كاين، أنت اللي كتعرف تهضر، ما الشجر ما يدير هاد الشي، مال هذا شحال من واحد ما يديرش، زعما أنت اللي كدير السياسة في المغرب، سي عبد اللطيف، لا يُعقل، أنا لا زعما من الأمور اللي كتحز في النفس، أنه تولي عندنا الأمور في هذا المستوى، في حين حنايا في واحد الوضع اللي هو حالة استثنائية،
ملك البلاد الله يحفظه يعني غادي بشخصه هذا كيدير العمل الميداني، خدام كيشتغل ميدانيًا غادي عند الناس. شكون كلّفك أخويا تهضر أنت على هاد الموضوع، وشكون قال لك خرج تهضر كاع وسائل الإعلام؟ غير تشاور على الأقل، هز التليفون عندك كاين وزير خارجية زميل ديالك في الحكومة، اتصل به، تشاور معاه، يتقن الكلام، كيعرف اش يتقال واش ما يتقالش، ما كاينش السي بوريطة اللي يقدر يعني العالم الدنيا مجمعة على أن الرجل كيعبر الكلمة كيحط لها الميزان ديالها، عنده الميزان ديال الألماس والميزان ديال الذهب باش كيعبر الكلمات والحروف والأفراد والمفردات والمعاني. تشاور معاه أصاحبي، تشاور، أنت وزير في الحكومة ممكن تشاور، ما تطيحش في هاد المشاكل، وبغيتك حالات عميها. بديت أنا وزير العدل بغى يقاضي أستاذ جامعي، فين عمرها وقعت هذه؟ عمرها في تاريخ المغرب شي حد ما دعا شي أستاذ جامعي، شي وزير دعا أستاذ جامعي، عمر شي وزير ما دعا أستاذ جامعي في المغرب. أشنو دار هذا الأستاذ الجامعي؟ قال لك يا ودي راه بالمنطق، بالعلم ديال التواصل وبالمنطق ديال